مساء الخير يا حضرات، أو يمكن صباح الخير حسب ما بتشوفوا الفيديو ده. أنا أحمد ضياء الدين، والنهاردة هنتكلم في موضوع تقيل، موضوع بيخوف، وموضوع بيمس كل واحد فينا. الشهرة. يا على كلمة الشهرة، مين فينا محلمش بيها؟ فلوس، عربيات، قصور، أضواء الكاميرات، مبتفرقكش، ملايين الناس بتحبك وبتهتف باسمك. حلم وردي، صح؟ بس استنى لحظة، بص حواليك كده، شوف كمية الناس اللي بتطلع فجأة، نجوم بتلمع في السماء من غير سابق إنذار. السؤال اللي بيطرح نفسه، السؤال الصعب هو إزاي في ناس بتوصل للنجومية دي كلها في غمضة عين؟ من غير سلم بتطلعوا درجة درجة، من غير تعب السنين؟ في كلام بيتقال في الكواليس، همس، حكايات بتدور في الغرف المغلقة، كلام عن إن الشهرة دي ليها تمن غالي قوي. الناس بتتكلم، بتشاور، وبتقول إن في مشاهير معينين، نجوم بنحبهم وبنتابعهم، عملوا صفقة مش مع منتج ولا مخرج، صفقة مع الشيطان نفسه، باعوا أغلى حاجة يملكوها، باعوا روحهم علشان يوصلوا. بيقولوا إن النجاح ده مش من عند ربنا، لأ، ده جاي من حتة تانية خالص، من عالم مظلم، عالم سفلي، ليه قوانينه الخاصة وطقوسه المرعبة. الحكاية مش مجرد إشاعات يا جماعة، دي قصص ليها تفاصيلها. في الفيديو ده أنا مش جاي أحكي لكم خرافات، أنا جاي أكشف معاكم قصص مرعبة، قصص دقيقة، وقصص مؤكدة بالأدلة والتصريحات. هنتكلم عن فنانين عالميين وعرب، ناس منهم اعترفت بلسانها، وناس تانية اتكشفت أسرارهم. ناس دخلوا طقوس غريبة، وقعوا على عقود بالدم، واستدعوا كيانات من عوالم تانية مقابل الشهرة والفلوس والسلطة. عايزك تاخد نفس عميق معايا، وتستعد، لأن اللي هتسمعه النهاردة ممكن يخليك تعيد تفكيرك في كل أغنية سمعتها، وكل فيلم شفته، وكل نجم كنت بتحبه. جاهزين؟ يلا بينا ندخل الحكاية. خلينا نبدأ بواحدة من أكتر الفنانات إثارة للجدل في العالم، ليدي غاغا. الست دي ظهرت فجأة وسيطرت على العالم، أغانيها في كل مكان، شكلها الغريب، حفلاتها اللي أشبه بالطقوس الدينية الغامضة. القصة اللي بتقال عنها يا جماعة مرعبة. غاغا نفسها في لقاء قديم حكت إنها قبل الشهرة كانت يائسة ومحبطة، وفي ليلة وهي في شقتها في نيويورك حست بوجود كيان معاها في الأوضة، كيان مظلم وصفته بأنه شبح ذكر. بتقول إن الكيان ده عرض عليها صفقة، هيديها كل الشهرة والنجاح اللي بتحلم بيه، مقابل إنها تسمح له يسكن جزء منها. هي بتقول إنها وافقت، ومن بعدها حياتها تقلت، بقت نجمة عالمية، لكن في المقابل بدأت تشوف كوابيس مرعبة كل ليلة. كوابيس عن بنت بتتقيد في غرفة طقوس وبيتم التضحية بيها. غاغا اعترفت إنها كانت بتصحى مفزوعة، وإن الكيان ده مسبهاش لحظة. ولو بصينا على حفلاتها وفيديوهاتها هنلاقيها مليانة برموز غريبة، العين الواحدة، الأهرامات، إشارات القرون، طقوس دم مزيفة على المسرح، كأنها بتنفذ أوامر الكيان ده وبتقدم له القرابين قدام ملايين البشر اللي مش فاهمين حاجة. هي باعت روحها، والتمن كان إن حفلاتها وحياتها تبقى طقس مستمر لخدمة الكيان اللي أداها الشهرة. ومن غاغا نروح للثنائي الأقوى في عالم الموسيقى، بيونسي وجاي زي. الناس دي مش مجرد فنانين ناجحين، دول إمبراطورية، فلوس، سلطة، نفوذ، حاجة تخض. بس منين جت كل القوة دي؟ هنا بقى بتظهر كلمة السر، الإليميناتي أو المتنورون. دي منظمة سرية قديمة بيتقال إنها بتتحكم في العالم، وإن أعضائها بيعبدوا الشيطان مقابل السلطة. جاي زي نفسه ما بيخبيش ولعه بالرموز دي، في أغانيه، في خط الملابس بتاعه، في كل حتة هتلاقي رمز الهرم والعين الواحدة، رمز الإليميناتي الشهير. هو نفسه عمل حركة الهرم بإيده وخلاها العلامة بتاعته، وملايين الشباب قلدوها من غير ما يعرفوا معناها. بيونسي كمان مش بعيدة عن القصة دي، في حفلاتها الضخمة بتستخدم نفس الرموز، الأهرامات، العين الواحدة،
وحتى بتظهر في بعض العروض بشخصية اسمها ساشا فيرس، وهي بتقول إن دي شخصية تانية بتسيطر عليها على المسرح، شخصية أكثر جرأة وقوة. ناس كتير بتقول إن ساشا فيرس دي مش مجرد اسم فني، دي إشارة للكيان اللي بيستحوذ عليها وقت الغنى. بيونسي في مرة قالت في لقاء: أنا بحس بقوة بتنزل عليها على المسرح، قوة مش بتاعتي. هل دي مجرد حماسة فنية؟ ولا اعتراف صريح بالصفقة اللي عملتها هي وجوزها عشان يبقوا ملوك العالم؟ في فنانين بينكروا وفنانين بيلمحوا، لكن كاتي بيري قالتها بصوت عالي وصريح. كاتي بيري البنت اللي بدأت حياتها بتغني في الكنيسة، أبوها وأمها أساوسة، فجأة اتحولت لواحدة من أكتر مغنيات البوب جرأة وإثارة للجدل. إيه اللي حصل؟ هي نفسها جاوبت على السؤال ده. في مقابلة ليها، المذيع سألها إزاي نجحت بالسرعة دي كلها بعد ما فشلت كمغنية دينية. ردت وقالت بالحرف الواحد: I sold my soul to the devil، يعني لقد بعت روحي للشيطان. قالتها وهي بتضحك كأنها نكتة، بس العيون ما بتكدبش. الاعتراف ده ميكونش الزلة لسان. شوفوا أغنيتها دارك هورس، الفيديو كليب بتاعها عبارة عن طقس مصري قديم كامل، هي بتمثل فيه دور ملكة ساحرة بتدمر كل اللي بيقرب منها. وفي حفل توزيع جوائز الجرامي عملت عرض كامل لأغنيتها دي. عرض كان عبارة عن طقس استحضار على المسرح، نار، رموز سحر، ورقص يوحي بالاستحواذ الشيطاني. الناس اللي حضرت الحفل قالوا إن الجو كان مرعب ومخيف. كاتي بيري هي المثال الصارخ للشخص اللي اختار الطريق السهل، الطريق المظلم، واعترفت بده قدام العالم كله، بس العالم كان بيضحك وبيسقف. نيجي بقى لواحد من أتقل مغنيين الراب في العالم، كندريك لامار. الراجل ده معروف بأغانيه العميقة اللي بيناقش فيها قضايا اجتماعية وسياسية. محدش كان يتوقع إن كندريك نفسه ممكن يكون متورط في حاجة زي دي، لكن في أغنيته اللي اسمها Fear، كندريك بيحكي قصة حياته، وفي آخر الأغنية بيقول كلام صريح ومباشر. بيقول إنه في سن 27 قابل شخص غريب بيقول إنه ابن عم ليه، والشخص ده كشف له إنه من نسل بني إسرائيل الحقيقيين، وإن لعنة الرب عليهم هتفضل تطاردهم لو معبدوش الإله الحقيقي. لكن الجزء المرعب في الأغنية هو اعترافه بصفقة تانية. بيقول إنه وقع على الخط المنقط، ودي إشارة واضحة لتوقيع عقد، وبيقول إنه من بعدها بقى خايف يموت، خايف من الرد العكسي للصفقة دي. في الفيديو كليب بتاع أغنية تانية اسمها Humble، في مشهد بيظهر فيه كندريك وهو لابس زي البابا وقاعد على ترابيزة زي لوحة العشاء الأخير بتاعت ليوناردو دافنشي، كأنه بيقول أنا المسيح الجديد. وفي حفلة ليه وهو بيغني فجأة وقع على الأرض وبدأ يتشنج بطريقة غريبة جدا، كأن في حاجة سيطرت عليه. هل ده كان مجرد تمثيل ولا كانت لمحة من الثمن اللي بيدفعه؟ قصة مايكل جاكسون هي أكتر قصة مأساوية فيهم كلهم. ملك البوب، الأسطورة اللي غير شكل الموسيقى في العالم. مايكل وصل لنجاح محدش وصله قبله ولا بعده، بس في آخر أيام حياته مايكل كان عايش في رعب. في تسجيلات صوتية مسربة ليه كان بيتكلم بصوت مرعوب مع واحد من أصدقائه المقربين وبيقول هم عايزين يقتلوني، هم مجموعة أكبر من الحكومة، هم بيتحكموا في كل حاجة. كان بيتكلم عن قوى خفية سيطرت على صناعة الموسيقى وإنه حاول يهرب منهم بس مقدرش. في آخر مؤتمر صحفي ليه قبل وفاته لما كان بيعلن عن جولته الأخيرة كان شكله غريب، بيتكلم بطريقة مش مفهومة كأنه تحت تأثير حاجة. ناس كتير بتقول إن مايكل في بداياته عمل صفقة عشان يوصل للنجومية الخارقة دي، لكنه في الآخر حاول يتمرد ويهرب من القوة اللي سيطرت عليه، فكان ثمن التمرد ده هو حياته. وفاته الغامضة بجرعة دواء زيادة، ناس كتير بتشوفها عملية اغتيال متقنة عشان يسكتوه للأبد. مايكل جاكسون ما كانش مجرد فنان، كان عبد بيحاول يحرر نفسه، لكن للأسف فات الأوان.
ودلوقتي نسيب أمريكا ونيجي هنا عندنا في مصر. القصة دي يمكن متسمعوش عنها في الإعلام، لكنها بتتردد بقوة في كواليس الوسط الفني. في مغني راب مصري، مش هقول اسمه عشان المشاكل، ظهر فجأة من حوالي كام سنة، محدش كان يعرفه، وفجأة أغانيه بقت بتكسر الدنيا، ملايين المشاهدات، حفلات في كل مكان. الصعود ده كان سريع بشكل يخليك تسأل إزاي. القصة اللي بتتحكى إن الشاب ده كان موهوب، لكنه فشل كتير. وفي يوم من الأيام اتعرف على مجموعة من الناس اللي قالوا له إنهم ممكن يوصلوا، بس بطريقتهم الخاصة. الشخص اللي كان بيشتغل معاه في بداياته، مهندس صوت، حكى بشكل سري إن المغني ده اتغير تماماً بعد ما قابل المجموعة دي، بقى بيقعد لوحده في الاستوديو بالليل في الضلمة، وبيتمنتم بكلام غريب بلغات مش مفهومة. فيديوهاته اللي نجحت فجأة بقت مليانة برموز غريبة جداً، عين واحدة، أفاعي، جماجم، إشارات بالأيد ليها معاني شيطانية. مهندس الصوت بيقول إنه في مرة دخل عليه الاستوديو فجأة، لقاه راسم دايرة على الأرض وفيها رموز، وكان بيغني بالصوت مش صوته. من يومها مهندس الصوت ده سابه وما بقاش يشتغل معاه. الشهرة ليها تمن، وفي ناس عندنا مستعدة تدفعه. ومن عالم الغناء لعالم التمثيل، عندنا ممثلة مصرية كانت نجمة في وقتها، جميلة وموهوبة، وفجأة بدأت تتصرف تصرفات غريبة. في لوكيشن التصوير كانت بتصرخ فجأة من غير سبب، تتكلم مع نفسها وتقول إن في ناس بتطاردها وعايزين يأذوها. زمايلها كانوا بيقولوا إن عينيها كانت بتبقى فاضية ومخيفة، كأن مفيش روح جواها. الموضوع وصل لدرجة إنها انهارت تماماً، وتم إيداعها في مصحة نفسية للعلاج. القصة الرسمية إنها كانت بتعاني من ضغط عصبي، لكن اللي اتسرب بعد كده كان مرعب أكتر. في تسجيل صوتي منسوب ليها من جوه المصحة، كانت بتتكلم مع حد وبتقول له: هو عايزني، مش هيسيبني، أنا اديته اللي هو عايزه ودلوقتي عايز الباقي. كانت بتتكلم عن هو كأنه كيان حقيقي بيطاردها. بعد ما خرجت من المصحة عملت لقاء واحد بس، وقالت فيه جملة غريبة جدا: أنا كنت في رحلة ورجعت منها، بس رجعت واحدة تانية. بعدها اختفت تقريبا عن الأنظار. هل كانت مجرد أزمة نفسية، ولا كانت بتحاول تهرب من تمن الشهرة اللي خدتها بطريقة غلط؟ نطلع من مصر ونروح للخليج، وتحديدا السعودية. القصة دي بطلها مغني شاب، صوته جميل، لكنه كان مغمور ومحدش بيسمع له. فجأة نزل أغنية واحدة بس، أغنية ضربت ضربة محدش يتخيلها. بقت الأغنية الرسمية لكل مناسبة، ملايين المشاهدات والتحميلات، والفلوس بقت تجري في إيده. السر إيه؟ مصور فوتوغرافي كان صديقه في بداياته، حكى القصة دي لناس مقربين منه. بيقول إن المغني ده قبل ما يسجل الأغنية دي اختفى لمدة أسبوع، لما رجع كان شخص تاني خالص. المصور بيقول إنه في مرة كان بيسأله عن سر النجاح المفاجئ ده، فالمغني ضحك وقاله إنه عمل خلوة في الصحراء، مش خلوة دينية، لا، حكاله إنه راح مكان مهجور في قلب الصحراء بالليل، ومعاه واحد شيخ روحاني، وعملوا طقس غريب تحت النجوم، فيه دم حيوان وكلمات غريبة بتتردد. بعد الطقس ده بأيام سجل الأغنية اللي كسر بيها الدنيا. المصور بيقول إن حفلات المغني ده دايماً بيحصل فيها مشاكل تقنية غريبة، الصوت يقطع، الإضاءة تطفي فجأة، كأن في طاقة سلبية في المكان، كأنه بيقدم عرضه قدام الجمهور وقدام حاجة تانية محدش شايفها. ومن الخليج للمغرب العربي، عندنا مطرب مغربي مشهور جدا، معروف بأغانيه العصرية والكليبات الضخمة اللي بيصرف عليها ملايين. في واحد من أشهر كليباته الناس لاحظت كمية رموز غريبة ومقلقة. الكليب كله بيصور المطرب ده وهو بيجري في أماكن مهجورة، وفي كائنات غريبة بتطارده، وفي لقطات سريعة بتظهر فيها رموز زي النجمة الخماسية المقلوبة، ورسومات لكائنات ليها قرون. النهاية بتاعت الكليب كانت غامضة،
بيظهر فيها المطرب وهو بيبص في المراية وبيلاقي انعكاسه هو واحد من الكائنات دي. لما الصحافة سألت مخرج الكليب عن معنى الرموز دي، المخرج تهرب من الإجابة وقال إنها رؤية فنية. لكن بعد فترة في خلاف حصل بينه وبين المطرب. المخرج ده كتب بوست على فيسبوك ولمح فيه إن الأفكار بتاعت الكليب ما كانتش أفكاره، وإنها كانت طلبات خاصة من المطرب نفسه، وإنه كان بينفذ اللي بيتقاله بالحرف. المطرب طلع بعدها في لقاء وقال إن الناس بتفهم الفن غلط، وإن دي مجرد قصة خيالية. لكن السؤال بيفضل موجود، ليه فنان يصر على استخدام الرموز الشيطانية دي بالتحديد في عمل فني؟ المفروض إنه عشان يمتع الناس؟ هل هو مجرد فن ولا رسالة مشفرة للي يفهم؟ القصة الأخيرة مش عن مغني ولا ممثل، لكنها عن واحد مننا، يوتيوبر جزائري بدأ قناته بمحتوى كوميدي عادي، لكنه ما كانش بينجح قوي. فجأة قرر يغير المحتوى بتاعه 180 درجة وبدأ يعمل فيديوهات رعب ومغامرات في أماكن مسكونة. النجاح كان كاسح، ملايين المشتركين في وقت قليل جدا. الناس كانت بتحب جرأته وإنه بيروح أماكن محدش يجرؤ يروحها. لكن في مغامرة من مغامراته في مبنى مستشفى مهجور حصلت حاجة غيرت كل شيء. في بث مباشر كان بيتجول في المبنى، وفجأة الكاميرا وقعت منه وبدأ يصرخ صراخ مش طبيعي. البث اتقطع. بعدها بأيام طلع في بث تاني كان شكله متغير تماما، عني فيها خوف ورعب وخس جدا. اعترف وهو بيعيط للمتابعين بتوعه إنه عشان ينجح كان بيتواصل مع كيانات في الأماكن دي قبل ما يصور، وإنه كان بيقدم لهم قرابين رمزية عشان يظهروا في فيديوهاته ويزودوا المشاهدات. لكن في المرة الأخيرة الموضوع خرج عن السيطرة، وإن في حاجة لزقت فيه ومش عايزة تسيبه. قال نصاً: الشهرة دي لعنة، متصدقوش أي حاجة بتشوفوها. دي قصة من قلب عالم السوشيال ميديا، بتورينا إن الصفقة دي مش حكر على نجوم هوليوود بس. في نهاية رحلتنا المرعبة دي بنشوف إن كل نجم من دول اختار طريق يمكن كان أسهل وأسرع، لكنه بالتأكيد كان مظلم. باعوا أغلى ما يملكون، باعوا روحهم بإيديهم، وفي لحظة ضعف أو يأس افتكروا إنهم كسبوا الصفقة. لكن الحقيقة المرة إنهم خسروا كل حاجة، بقوا مجرد عبيد لقوة أكبر منهم، قوة شريرة عمرها ما بتشبع، وكل ما ياخدوا شهرة وفلوس بتطلب منهم تمن أغلى وأغلى. الموضوع اللي حكيناه النهاردة مش خرافة يا جماعة، ولا مجرد نظريات مؤامرة. الأدلة موجودة، التصريحات متسجلة، الرموز واضحة لكل اللي عايز يشوف. وكل ده بيقول إن اللي شوفناه وسمعناه هو بس قشرة بسيطة للحقيقة الكاملة. لو الفيديو ده خوفك أو خلاك تفكر، متنساش تعمل لايك عشان الفيديو يوصل لناس أكتر، وتشترك في القناة وتفعل الجرس لأننا لسه ما خلصناش، لسه هنكشف أكتر وأكتر. في قصص تانية مرعبة عن اللي باعوا أرواحهم، وفي قصص عن فنانين تانيين لسه بيقاوموا الإغراء ده وبيحاربوا عشان يفضلوا في النور. الحكاية لسه ليها فصول تانية كتير، وإحنا هنفضل نكشفها معاكم للنهاية عشان نعرف الحقيقة الكاملة اللي بيحاولوا يخبوها عننا. وقبل ما تقفل الفيديو وترجع لحياتك، عايزك تبص حواليك كويس. بص للناس الناجحة فجأة، بص للرموز اللي بقت في كل مكان، لأن اللي باع روحه للشيطان مش لازم يكون نجم بعيد في هوليوود أو مغني مشهور. ممكن يكون أقرب بكتير مما تتخيل، ممكن يكون في دايرتك. خليك واعي ومتبيعش روحك أبداً. تصبحوا على خير لو عرفتوا تناموا.